بسم الله الرحمن الرحيم. يا مرحب يا مراحب وصباح الفل عليكم جميعا. يعني موضوع زيزو وهشام نصر خد مساحة كبيرة جدا جدا. أنا عارف المساحة دي معمولة ليه، وهقولها لكم في سياق الكلام وإحنا بنتكلم. لكن في الحقيقة لما نيجي نرجع للفيديوهات والتصوير والكلام ده كله، هنلاقي إن الولد زيزو يعني أدى مباراة غاية في الجمال والكورة السريعة وفي كل مكان. يعني كان أحسن لاعب في الملعب بامتياز. جمهور الزمالك اللي أدبه بامتياز برضه، يعني ياخد يعني أسوأ جمهور في مصر، جايزة أسوأ جمهور في مصر. شتم الولد بأبوه وأمه وعيلته وزوجته وراحت فين وجت منين، منتهى السفالة وقلة الأدب. الجمهور كل الناس بتقول ان هو يعمل اللي هو عايزه، ده جمهور يعني. لا، الجمهور ده وراه لجان، وراه ناس محرضة، وراه نقاد ولاعبين قدامى مغفلين وغير مؤدبين وغير مؤهلين ان هم يطلعوا على الشاشة. يعني محرضين تحريض يعني يجرموا القانون، وعايزين بعد كده ما يجيش الواد احتقان او يبقى زعلان من الراجل اللي هو سلمه رسمي كده وهو لاعب وقال مرضيش، وحضرنا له الفلوس وهو عايز يروح الاهلي وهو اهلاوي وهو هم اصلا ما يقدروش يدفعوا 120 مليون جنيه من الاخر يعني. ودي كانت الكذبه الكبيره بتاعت نادي الزمالك، هم ما يقدروش على سعر زيزو. وبعدين زيزو كان قعدوا يتفاوضوا معاه، كان هيرضى ب 50 مليون و40 مليون وتقسيط والكلام. انما الناس دول ناس يعني متسلطين على نادي الزمالك، اللي هم أعضاء مجلس الإدارة أو القدامى بتوع النادي أو وبنقول إن ده موقف شخصي بحت، لأن هو ما يقدرش واحد أذاه راح أسلم عليه بقى أنا منافق. إنما الولد اللي يثبت إن هو موقف شخصي من هشام نصر، إن هو ده لف على اللعيبة واحد واحد، ده خد أحمد عبد الرؤوف حضن مطارات يعني، وواسى كل اللعيبة. اتحاد الكورة يعني ألف قانون، قال لك مخالفة البروتوكول. مفيش بروتوكول يقول سلم وما تسلمش يعني، ده هو عرف بين اللعيبة والمنصة وخلاص. طب ما عيني بزيرة تتجازى أو تعاقب ب50,000 جنيه، ونادي الزمالك جمهور نادي الزمالك تعاقب ب100,000 جنيه، وكذلك النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي وزيزو تعاقب ب50,000 جنيه. وده موقف شخصي، ده بيزيرا ساب كل الدنيا كلها، خد الميداليه ومشي بتاع المركز التاني. وانا رايي ان بيزيرا ده راجل غريب يعني، ما هواش مصري، ما يفهمش حاجه يعني في البروتوكول بتاعنا ولا بتاع غيرنا. ده عيل يعني لا مؤاخذه يعني، كوكا نزله من جيبه شويه عشان ياخد الميداليه ودخله تاني في جيبه. فانا ما كانش من رايي ان بيزيرا يتعاقب. اللي يتعاقب هشام نصر، لانه بيقول الحاجه وعكسها. اولا هو حرض على زيزو قبل ما يروح الاهلي. ثانيا ان هو بيقول ما كانش هيمد ايده، فيفرض ان زيزو مد ايده والاخ ده هو اللي امتنع، هل اتحاد الكوره كان هيعاقب هشام نصر؟ ابدا والله، والله ولا كان هيعاقبه، ولا هتطلع كلمه بروتوكول دي خالص. بس عشان الموضوع فيه زيزو، وبعدين زيزو يعني زيزو حرق شويه على الزملكاويه ونادي الزمالك. يعني يقول لك لو عايز تغيظه هات لي زيزو، دي مقوله فعلا صحيح. فهشام نصر هو اللي كان لازم يتعاقب، مش زيزو.
يعني زيزو دول ده نكتوا عيلته واحد واحد، شتموه بابوه وامه بافظع الشتايم، ومراته شككوا في عرضها وشرفها وحاجه مؤلمه، ويقولوا لها جعان ومش جعان. يعني شيء منتهى السفاله وقله الادب، ما كان يتحملها الا ولد عاقل وفاهم ومحترف ومقدر الامور، وفي اداره مسكته ووعته وقالت له اعمل وما تعملش، خليك هادئ، والجمهور ده محدش يعاقبه ولا يعقب على كلامه ولا يسمعه من الاساس. انت رد عليهم في الملعب، ضايقهم في الملعب، اشتمهم في الملعب. يعني ده كان احد توصيات المهندس خالد مرتجي للاعب قبيل المباراة مباشرة. فاحنا بنقول ان في قدامى اللاعبين في الزمالك محرضين، فتنة فتنة والله. يعني يقول لك الفار والمعلق ومش عارف مين، شيء يعني اشياء ما انزل الله بها من سلطان. ما بيروحش ينتقد فني، ده لاعب كويس، ده خطته مش عارف ايه، ابدا. كل حجاجهم الحكم اللي مش عارف عمل ايه، اصل دي ضربة جزاء، اصل دي لو جت، اصل الترقيصه دي حلوه. يعني انا والله ما مش فاهم. انا مش مستوعب اصلا نادي الزمالك اصلا كله بكل مكوناته، من مبنى ما اعرفش عاملينه ازاي، مجلس اداره، انشاءات، لعيبه، نقاط فنيين، منتهى الحقد والاصفرار والشعور بالمظلوميه، وانهم مقهورين يا عيني. وبعدين كل شويه يقول لك انا عايزين فلوس الاهلي، ادونا فلوس اللي بياخدها الاهلي. ايه يا عم تاخد فلوس مين يا عم؟ يعني الراجل عمل اسس شركه كويس، وبعدين ابتدت تديله ارباح ومكاسب كبيره، وانت عديم المفهوميه، ما عندكش، ما تعرفش تدير ولا تعرف تبقى مدير، وبعدين تقول لي انا اديك فلوس انا بمناسبه ايه؟ او تاخد الفلوس، ده كله بيدادي فيك يا عم. ده كل اجهزه الدوله بتساعد نادي الزمالك وبتدي له فلوس. نادي الزمالك دلوقتي عنده فلوس في عز الازمه دي، كله عمال بيعيط ويقول لك الارض ومش الارض فنديه، الارض ومش الارض فيدوا، المتاخرات يدوها له، بسبب البكاء المستمر. وهو سببه يعني ضعف اداره، وعمل غير مؤسسي، واصفرار يعني بيؤدي للاحتقان، وبرضه بيحصل احمرار فيتضايق. يعني الاحتقان بيعمل احمرار، ويضايقوا من اللون الاحمر في الخراج اللي حصل لهم يعني، نتيجة الاحتقان، والصديد بيتحول لإحمرار شديد جدا في مناطق معينة. أنا ما أعرفش، ما أقدرش أقولها طبعا، لأن إحنا ناس مؤدبين ومتربيين. فبقول للناس اللي ادوا لموضوع زيزو وهشام نصر، الموضوع ده أكبر من حجمه، وموضوع تافه، وهو شيء فردي بين اتنين مش عايزين يسلموا على بعض. لا هو بروتوكول ولا هو قانون ولا هو لوائح ولا هو بتنجان. هو المسألة كلها إن إحنا عايزين نطيب خاطر الزملكاوية ونراضيهم يا عيني، عشان الدموع كترت. وشعارنا إيه يا ولاد؟ لو عايز تغيظه هات له بقاليزه. سلام.